كل دي زباله؟ يا لهوي، ايه الوليه دي؟ كل دي زباله؟ يا لهوي، ايه ده؟ ايه الزباله دي؟ نبدا قصتنا بالصلاه على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. القصه بتقول ايه بقى؟ بتقول حماتي ولية عندها كميه زباله، معرفش محوشاها ليه، مستنينا ما احنا نروح لها انا وسلفتي التانيه والتانيه. احنا 3 سلايف بس مش قاعدين معاها، كل واحده فينا في شقه، لان احنا اصلا فلاحين، بس اهل جوزي ما عندهمش بيت تمليك يقعدونا فيه، لان احنا هنزام الفلاحين بيعملوا ايه بقى؟ بيلموا لعيالهم في بيت واحد، كل واحد واخد دور. بس انا حمايه من الناس اللي ما كانش بيدبر نفسه، فجاب بيت على قده صغير كده ما بناش، والبماني وقفت والدنيا وقفت، فاحنا اتجوزنا كل واحده فينا في شقه ايجار بره، بس محكوم علينا كل اسبوع نروح نخدم حماتنا. احنا كنا عملنا ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا كل واحده تروح لها يوم في الاسبوع، بس لما كانت واحده تروح لوحديها بتشقى شقه وتتعب تعب. ليه؟ بتلاقي كميه زباله وكميه قرف في الشقه ما كانش تقدر عليهم لوحديهم، فاحنا اتفقنا احنا ال3 نروح لها يوم واحد في الاسبوع، يبقى زباله بزباله يوم واحد في الاسبوع. المهم اتفقنا كل اسبوع نروح اليوم بتاعنا نعمل لها ونشيل لها الدنيا، والدنيا بتبقى زفت زفتين، رغم ان حماتي عافيه، ممكن تقوم تروق هنا، تكنس هنا، تعمل هنا، تاخد الزباله ترميها، بس هي لا. وليا ما اقولكوش اجارك الله. انا بقى تعبت، في اخر مره رحت لقيت الشقه تقرفي تقعدي فيها. انا ما اعرفش يا اختي حمايه ساكت عليها كده ليه، ما اعرفش حمايه الراجل ده قابل ولادي ازاي. اخش الشقه لقيت سلفتي سابقاني وسلفتي التانيه جايه في ظهري، بقول لهم ايه ده؟ قالت لي خشي شوفي المطبخ وشوفي الغسيل وشوفي السراير وشوفي القرف. انا لقيت سلفتي عامله الاوضتين ايه؟ اوضه النوم والاوضه ايه؟ المعيشه، بيسموها المعيشه، اللي بيقعدوا فيها يعملوا الشاي يعملوا الحاجه كده يعني، وهم قاعدين. فبقول لها ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ قالت لي ما اعرفش يا اختي، اتفرجي الريحه دي وشوفي الدنيا عامله ازاي. ايه القرف ده؟ انا مش هعمل حاجه. قالت لي عديها على خير واعملي المره دي ومره جايه نتكلم. جوازنا مش هيسكت على الموضوع ده، هم متفقين معانا من قبل ما يتجوزونا نيجي نخدم حماتنا. قلت لها ماشي، بس هي تتحرك، طب حتى ترمي الزباله، الزباله معفنه ريحتها وحشه، والمطبخ زي الزفت، والشاي في الكوبايات معفن. المهم قالت لي اشتغلي واسكتي. المهم حماتي كانت جوه، جت في ايه يا اختي انت وهي؟ قلت لها يما ينفع؟ قالت لي ينفع ولا ما ينفعش؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ راحت سلفتي غمزاني. قلت لها اسكت، انا خارجه رايحه عند فلانه لما تخلص اجي لكم. قلت لها انت خارجه يما؟ قالت لي اه خارجه، هو انا هقعد محبوسه في البيت معاكم؟ المهم خرجت، قمنا بالبيت روقناه ونضفناه وخليناه زي الفل زي الفل، ماشي خلاص. المهم انا عايزه اقول لها بقى، حماتي جت من بره، ايوه البيت كده ريحته حلوه، البيت كده ريحته زي الفل. قلت لها طبعا يا حماتي، مش احنا منضفينه لازم يبقى زي الفل. بقول لك يا حماتي، هو انت ليه يا اختي ما بتغسليش الزباله في ايدك ترميها وانت خارجه؟ ما بتغسليش الكوبايه اللي في الحوض؟ قالت لها راحت رد عليا قالت لي تعالي علميني يا اختي، تعالي عرفيني يا اختي. قلت لها يا حبيبتي انا ما بعلمكيش، بس انت ازاي تقعدي في مكان زي كده؟ ليه وليه اللي قلت الكلمه دي؟ فرجت عليا ام لا اله الا الله. طب ليه؟ انا كنت عملت ايه؟ واتصلت بجوزي وقالت له عشان مراتك مش عايزه تعمل لي حاجه، بتعدل عليا، بتعمل عليا، تتنك عليا. خلت جوزي اتصل بيا بهدلني في التليفون وقال لي منك على امك. اقول له مني على امي؟ يقول لي اه منك على امك. لا اله الا الله. طب ليه كده؟ قال لي كده، هو كده بالظبط، وزعق معايا وحلف عليا يمين يمين ما انا مروحه البيت. خدت بعض وطلعت على امي، بحكي لامي قالت لي يا بنتي ما كنتش اتكلمتي واشتغلتي وسكتي. قلت لها ياما دي معفنه، ده حماتي دي معفنه، البيت معفن والدنيا معفنه. اه جوزك يا اختي؟ انا بيت جوزك عليكي، انا مالي؟ خلاص ماشي، المره كويس الغضبه دي جت، عشان انا بعد كده في الرجوع مش هروح لها البيت. وكاس ده حصل. قالت لي يا بنتي جوزك مش هيرضى. قلت لها يرضى ما يرضاش انا مش هرجع تاني، الحاجه معفنه والريحه معفنه وبتهد حنه والغسيل بتبقى قد كده مكومات، انا عارفه حماية عاش معاها ازاي. المهم جوزي اتصل بابويا، وبنتك بتتنك على امي، بنتك مش عايزه تشتغل لامي، وقعد يديهم لابويا. طبعا ابويا ما عرفش الحوار، دخل عليا بيزعق. قلت له ما تزعقش يابا. امي قالت له ما تزعقش يا حاج، اسمع الموضوع واعرف من بنتك في ايه. حكيت له الموضوع كله. قال لي يا بنتي ما مرضيش ربنا، الوليه دي ايه؟ ما هي صحتها اهي، ده انا كل شويه بقابلها في حته. اه يابا دي بتلف القربه، تلف البلد كلها، عند علانه وعند فلانه وفي عزا وفي فرح وفي زفت، وهي شقتها زي الزفت وعايزينها نعملها لها.
انا خلاص تعبت يابا، انا تعبت، وهو حلف عليا وهي قال الكلام انا ما قلتهوش، انا مش هرجع له. قال لي بقول لك ايه يا بت، خليكي ساكته بقى، وانا ولا هتصل بيه ولا اكلمه واشوف اخرتها ايه. وفعلا قعدت عند ابويا يوم، التاني، التالت، الرابع، قعدت 15 يوم عند ابويا، وجوزي ما سالش عليا، وابويا رخا ما سالش، قال لي يا بنتي نومتك مش تقيله عليا. راح جوزي ايه، بعت لي العيال، بعت لي الواد والبت، قال لي يمكن تبقى تقيله وابوها يتكلم. ابويا ما اتكلمش، كملت شهر عند ابويا. في الاخر جوزي اتصل بابويا، ايه يا حاج، هو انا بقول لك كده عشان تقعدها عندك ومش تعلمها الادب وترجعها؟ قال له بنتي مش غلطانه عشان اعلمها الادب. قال له يعني قال لي بنتي مش غلطانه، تعالى بقى نتكلم، مش كلام التليفونات دوا، وتعالى نتكلم. طبعا ايه، جوزي جه بيتكلم مع ابويا، قال له امك دلوقتي بصحتها وبعافتها، بيروحوا كل اسبوع اللي هم يعملوا لها، والشقه زي الزفت وزباله وريحتها معفنه. قال له ما تقولش على امي كده، قال له اقول على امك كده، انت شفت شقه امك اصلا؟ اشمعنى بنتك اللي اتكلمت؟ ما التانيين، قال له التانيين بيتكلموا مش قادرين بس خايفين يحصل لهم اللي حصل لبنتي، لكن اللي اقول لك اهو، بنتي عايزه ترجع ما تروحش عند امك تعمل لها حاجه، امك بصحتها. نسيت اقول لكم ان هو كمان له اخت، قال له اختك تروح تخدمها، بنتي مش هتروح تخدم حد. مش معنى هي مسالتها بيروحوا وما بيتكلموش. قال له بقول لك ايه، انا عندي بنتي مش هتروح لحماتها. اول حاجه بنتي ما غلطتش في امك، اللي بتقول لها ياما انت كده كده قاعده، ابقي كنسي هنا ورمي الزباله وانت ماشيه وهنيجي نعمل لك الحاجه، مش عيب ولا حرام لما تقول لها الكلام دوت. امك بقى عامله فيها، امك طول بتلف في كل حته، بقابلها في حته، اروح هنا الاقيها هنا، اروح فرح الاقيها هنا، ما فيها صحه امك تشتغل بقى كده حاجه. قال له اه كده، قال له خلاص خلي بنتك عندك، قال له خلي عندي بنتي عندي. قال له بقول لك ايه، بس ابعت مصروف عيالك، ان ما بعتش مصروف عيالك انا هتصرف معاك. المهم طبعا جوزي قاعد في الشقه لوحده، ما حدش بيروح له يخدمه، ولا حد بيعمل له اكل ولا شرب، حتى امه ما سالش فيها، حتى اخته ما راحتلوش، بقى قاعد لوحده، غسيل هو يغسله، عشاءته ما يعملها. المهم فعلا في يوم راح عند امه بالصدفه، لا ايه بقى، لقى شقه امه زباله وريحتها وحشه. ايه يامك، ايه يا شقه عامله كده ليه؟ مالها الشقه؟ يبقى مراتي عندها حق ياما. مراتك عندها حق عشان غضبانه، ما انت هتقول ايه غير كده؟ قال لها ياما سلي هيشفع فيكي ياما، الشقه زي الزفت فعلا. ايه ياما الشقه دي؟ عندهم حق، ليه تخلي الناس يتكلموا عليكي؟ ليه تخلي مراتي ولا غيرها يعني انت عارفه ان التانيين ما بيسكتوش، اكيد بيحكوا عندهم في البيت، واكيد سمعتها تبقى زي الزفت في البلد كلها، ان انت ياما شقتك زي الزفت. في ايه ياما؟ في ايه يا اخويا؟ قال لها في ايه؟ في ايه كده؟ مراتي عندها حق. عايزه اقول لك ان ابوها حالف عليها لما ترجع مش هتجيلك، واكيد لما هي كده التاني هيبص لها مناخير، وانت هترضى؟ قال لها هرضى ولا مرضاش كده بيتي هيتخرب. المهم ابوه دخل بالصدفه وسمع الكلام، قال له يا ابني مراتك عندها حق، انا مش عارفه اتكلم مع امك، كل ما اتكلم مع امك تهب فيها تتفرج عليها ناس، فانا بسكت ومشيها ومعديها وخلاص. قال له بص يابا، راح ارجع مراتي، بس مراتي مش تيجي لامي بعد اللي شايفه قدامي ده، تحرم عليا ما تجيش بيتي تاني. قال لها ولا ما اجيش ياما، انا كده مش غلطان، انا كده مش غلطان. المهم فعلا جوزي يكلم ابويا وصالح ابويا وقال له خلاص حقك عليا يا حاج، بنتك مش هتروح عند امي تاني. وفعلا ما رحتش. طبعا سلفي سفيت الاثنين عملوا نفس الحركه زيي بالظبط، ما بقوش يروحوا لها. دلوقتي بنتها اللي بتروح، وعرفت ان حماتي بقت تعمل الشقه دلوقتي عشان ما حدش بيروح، ده اللي انا عرفته. مخليها الشقه بتاعتك حلوه جدا عن الاول، ما كانت معتمده علينا بنروح لها كل اسبوع، كانتش بتعمل حاجه، دلوقتي بتعمل كل حاجه بايديها دلوقتي، وبنتها كل فين وفين بتروح لها وبتعمل لها حاجتها. هل انا كده غلطانه؟ انا كده غلطت؟ انا مش غلطانه، انا بعمل لحماتي استثنائيا ليها، لكن هي بتتمادى في الموضوع. ازاي؟ انها بتستمر في اللي بتعمله، فكان لازم اعمل كده. وفعلا الحمد لله رجعت لجوزي وما قعدتش عند حماتي دلوقتي، وما بكلمهاش اصلا ومريحه دماغي. شفتني في الطريق تعمل نفسها مش شايفاني. انا كده غلطانه؟ انا كده غلطت اصلا؟ انا ما غلطتش. اعمل لك حاجتك ماشي، بس انت كمان بتخلي الحاجه قرف، والزباله قرف، والدنيا قرف، والغسيل موجود، وريحه الشقه معفنه، لا يكون في عون جوزك. انا مش غلطان، انا كنت بخدمها، لكن هي بقت تتمادى، وصار في الاثنين بطلوا يروحوا لها، وبنتها كل فين بتروحها دلوقتي بقت هي تغسل وتعمل حاجتها وتنظف شقتها عن الاول. ما خلاص ما حدش بيروح لها، ما خلاص مش معتمد على حد يروح لها ويعمل لها حاجه، فبطلت خلاص كده، بطلت الكسل وبطلت القرف اللي كانت بتعمله. احسن تستاهل.
تستاهل. هو في ايه؟ هو هم اتجوزوا وبيتجوزونا عشان يبهدلونا؟ شلتك على دماغي وبكلمك بالراحه، عودتيلي كلام ما قلتهوش، عودتيلي كلام انا ما عملتهوش. هتستاهلي بقى الايه اللي بيحصل ده اصلا. ودي قصتي انا كده. غلطانه يا جماعه؟ لا غلطانه، اقول لك غلطانه. بصراحه انت مش غلطانه، مش غلطانه، انا شايفاك مش غلطانه. ما دام هي عارفه بتعمل حاجتها ومعتمده عليكوا، جوزك هو اللي كان غلطان وكويس انه ايه شاب عينيه الحمد لله. انا شايفاك مش غلطان يا جماعه. احنا بنخدم حمواتنا ما فيش مشكله، بس يكون حمواتنا عندها ذوق، عندها نظر، مش ان هم ايه خلاص احنا مش جايين خدامين ليهم. انا حماتي كويسه معايا خلاص اشيلها في عينيا، مفيش مشكله عندي. لكن حماتي من النوع ده لا طبعا مش هعمل لها. ده رايي بصراحه، ده رايي. العافيه للدود زي ما بيقولوا، ده ما اقول الكلمه دي، العافيه للدود، ما قلناش حاجه، بس اللي قدامك ما يتمداش معاك، ما يطورش في اللي بيعمله. والله ده رايي انا. يا رب الفيديو يتشاف والناس تقول رايها ليها. انا بقول لك انت عندك حق، ولا تروحي ولا تيجي كبري دماغك، واحمدي ربنا اللي بجد عند جوزك. احمدي ربنا، ده اللي اقدر اقوله لك. ماشي. ودي قصتنا النهارده. يا ريت تعجبكم القصه، ولو الفيديو يتشاف وربنا يسهل ويتشاف وتقولوا رايكم فيه ايه. ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.